النهاردة بقى هنعمل مع بعض احلى صينية مكرونة بالبشاميل على طريقتي، وهقول لكم ازاي تطلع معاكم متماسكة وفي نفس الوقت تكون جوسي كده، يكون البشاميل بتاعها جوسي كده وحلو جدا. ان شاء الله تجربوها على طريقتي وتعجبكم. زي ما انتم شايفين الخرطة طالعة متماسكة وفي نفس الوقت البشاميل جوسي جدا وحلو قوي. وكمان هقول لكم ازاي تظبطوها تطلع معاكم مظبوطة جدا وحلوة باذن الله. اللي لسه ما جربهاش يجربها على طريقتي وهتاكلوا احلى صينيه مكرونه بالبشاميل اللي ممكن تعملوها. اول حاجه هجهز البشاميل. معايا 2 كيلو من الحليب، هحتاج عليهم 6 معالق كبار من الدقيق، ويستحسن ان احنا ننخل الدقيق كويس قوي. بعد كده هضيف بقى 2 معلقتين كبار من الجبنه، اي جبنه متوفره عندك. متوفر بقى عندك جبنه رومي، جبنه كريمي، وعليهم معلقه كبيره من الزبده او مكعب كبير من الزبدة، ومكعب من مرقة الدجاج الفورية، رشة بسيطة كده من الفلفل الاسود، ومعلقة صغيرة من الملح. هنقلب الكلام ده كله على البارد، ودي انجح وابسط طريقة للبشاميل على البارد، ويطلع معاكم حلو جدا من غير بقى ما يتكتل معاكم او تقابلوا مشاكل اثناء ما بتعملوه. بنقلب بقى طبعا على نار هاديه لحد ما الزبده والجبنه والدقيق يستوي كويس قوي. اول ما توصل للقوام ده ببتدي بقى اشيله من على النار وبسيبه يبرد قبل ما بنضيفه على المكرونه، لان لو ضفناه على المكرونه وهو في القوام ده هيسيب المكرونه وهيسقط في الصينيه، والمكرونه هتطلع معاكم ناشفه في الاخر. القوام ده مظبوط، بس اهم حاجه تسيبوه لما يبرد. اول ما برد معانا شايفين القوام بتاعه بيتقل، وبالشكل ده بيبقى القوام بتاع البشاميل بتاعنا مظبوط جدا. اثناء بقى ما بنسيب البشاميل يبرد بنجهز معانا العصاج، ودي الخطوه الثانيه. معلقه كبيره من الزيت، هضيف عليها بصله متوسطه متقطعه بس بالشكل ده. هنبتدي نشوح البصل. اول ما تبتدي تاخد لون كده هجيبها على جنب الطاسه، وبعد كده هننزل بنص كيلو من اللحمه المفرومه. هنشوح بقى اللحمه مع البصل كويس قوي. اول ما تبتدي اللحمه لونها هيتغير معانا هتبلها بقى بنص معلقه صغيره من الفلفل الاسود والكمون، وشويه كده من الحبهان الصحيح او المطحون اذا متوفر عندك، معلقه صغيره مليانه من الملح. وببتدي اقلب كويس قوي البهارات دي مع اللحمه. وبعد كده بضيف بقى عشان اللحمه تطلع معايا جوسي معلقه كبيره من صلصه الطماطم. انا مش بحب اضيف طماطم صحيحه مع اللحمه. هنضيف بقى كوباية من المية علشان اللحمة تطلع معانا طرية كده، ما تطلعش ناشفة، وهي كمان تستوي كويس قوي. هسيبها بقى لمدة نص ساعة. بعد نص ساعة قبل ما تنشف معانا قوي هبتدي ان انا اشيل طبعا حبات الحبهان اللي احنا ضفناها علشان ما تضايقش اللي بياكل. وبعد كده بقى هنضيف شوية من الفلفل المشكل، شوية كده من الفلفل الاخضر والفلفل الاحمر، بيدوا طعم حلو قوي مع اللحمه. طب انا ما ضفتهاش ليه في اول الوصفه؟ علشان لو كنت ضفت الخضار ده او الفلفل في الاول كان هيتهري معايا ومش هيبان في الحشوه او مش هيبان مع اللحمه. هسيبه كده بقى بعد ما ضفت الفلفل لمده كمان 5 دقايق بالظبط. وبعد كده بقى بيكون العصاج معانا طالع حلو جدا وطري وجوسي، ودي احلى وصفه للعصاج بتاع المكرونه تعملوها. كده بقى خلاص العصاج استوى معانا، هشيله على جنب. واخر حاجه هنسلق المكرونه. انا استخدمت 1.25 كيلو من المكرونه، اللي هو كيس الكيلو ده انا اخدت منه سبت ربع الكيس. انا ما بضيفش 1 كيلو من المكرونه علشان ما بحبش كميه المكرونه تبقى كتير في صينيه المكرونه بالبشاميل. اول ما الميه تغلي بنعد كده 7-8 دقايق. طبعا بنقلب كل شويه علشان المكرونه ما تلزقش معانا في قاع الحله. وبعد اول ما المكرونه تتسلق بصفيها بقى، وهنا البشاميل بعد ما برد وتقل معانا كده قوامه مظبوط وحلو جدا. بيبقى فيه شويه بقى كده من المرقه في الطاسه بتاعه اللحمه، باخدها وبضيفها على البشاميل. المرقه دي بتدي طعم حلو قوي مع البشاميل. وممكن كمان تضيفوا لو حابين اي مرقه متوفره عندكم، بس تبقى كبشه واحده بس علشان ما تخففش معانا او تغير معانا من قوام البشاميل اللي احنا جهزناه.
هنبتدي بقى نطبق الصينيه مع بعض. طبعا بنجيب الصينيه بقى، اي صينيه تحب تعملوها. انا بحب استخدم البايركس، ومبحبش كمان استخدم صينيه مقاسها كبير. بنضيف نص كميه المكرونه او ازيد من النص بشويه في الطبقه الاولى، وبعد كده بنضيف بقى شويه من البشاميل. طبعا انا ضفت شويه من البشاميل في الصينيه في قاع الصينيه، وبعد كده بنضيف بقى كميه بشاميل كده محترمه على الطبقه الاولى من المكرونه، ونحاول ان احنا نظبط الشكل كده واحنا بنضيف البشاميل. بعد كده بنزل بقى بكل كميه العصاج او اللحمه اللي احنا عملناها مع بعض زي ما انتم شايفين كده، وبنفردها برضو على طبقه المكرونه بالشكل ده. وبندي طبعا برضو كمان اهم حاجه بس ان انا اسكن اللحمه كويس قوي، وبعد كده بنديلها مغرفه كده او مغرفتين من البشاميل. واخر حاجه بضيفها بقى طبقه مكرونه بسيطه، يعني الطبقه الاخيره من المكرونه دي بحب ان هي تبقى مكرونه واحده كده زي ما انتم شايفين. ما بحبش تكون طبقات المكرونه او طبقه المكرونه الاخيره بالذات تخينه، علشان بقى يبقى في مسافه ان انا اضيف كميه حلوه او كميه كتيره كده من البشاميل. بنضيف بقى البشاميل بتاعنا كده زي ما انتم شايفين. ومع ان قوام البشاميل في الاول لو تلاحظوا كان خفيف، لكن لما بنسيبه يبرد كده بيتقل معانا، وبيسمح لنا ان احنا لما بنضيفه على المكرونه ما يهبطش معانا، والمكرونه تبقى بارزه كده وتطلع معانا ناشفه في الاخر. عشان الملحوظه دي مهمه جدا وفي ناس كتير بيشتكوا منها. بنضيف بقى شويه من الجبنه الميكس، جبنه بقى رومي على جبنه موتزاريلا او جبنه رومي بس. انا بصراحه كان متوفر عندي جبنه رومي بس، فضفت شويه كده من على الوش بمقدار مثلا نص كوبايه. وبعد كده هدخلها بقى على درجه حراره 180 او 200، ما نعليش الفرن قوي علشان الصينيه ما تفرش معانا والبشاميل يبتدي ينزل على صاج الفرن. هنا بقى اول ما بتتحمر معانا بالشكل ده بخرجها على طول وبسيبها بس تهدى شويه. انا مش بحب انشفها قوي علشان تفضل جوسي معانا، والبشاميل كمان يبقى طري كده ما يبقاش ناشف معايا. بقطعها بقى زي ما قلت لكم، بسيبها تهدى الاول، وبعد كده ببتدي ان انا اسلكها كده من الصينيه، وبقطع بقى خرطه محترمه كده زي ما انتم شايفين. الحلو فيها ان هي بتبقى خرطه متماسكه وفي نفس الوقت جوسي جدا من جوه. البشاميل بتاعها تحفه، والبشاميل بالطريقه دي حلو جدا وخفيف، مش بيجي معاكم تقيل، ويطلع معاكم جوسي ومش بيتكتل بقى، دي مش بيتكتل او مش بيتقل. اهم حاجه ان انتوا بس تسيبوا البشاميل يبرد الاول قبل ما تضيفوه على باقي المكونات، علشان يطلع معاكم مظبوط وحلو كده، والمكرونه تطلع معاكم جوسي. وكمان رشه الجبنه بتديلها طعم حلو قوي. جربوها بالطريقه دي وان شاء الله متاكده ان هي هتعجبكم جدا. اهم حاجه تمشوا على الخطوات وعلى الطريقه وهتاكلوا احلى صينيه مكرونه بالبشاميل ممكن تعملوها. اذا عجبتكم بقى الوصفه كالعاده ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناه علشان توصلكم اشعارات بكل الوصفات الجديده اول باول. جربوها على طريقتي، وان شاء الله نتقابل في الفيديوهات تانية جاية كتير وافكار كتير. اسيبكم في امان الله وسلام.